كتير مننا عاوز يشتري قشطة ويحولها لزبدة، زي ما بنشوف فيديوهات كتير على الفيسبوك أو اليوتيوب. بيجيبوا كمية ما شاء الله من القشطة وبيحولوها لزبدة، بس مش عارفين قد ايه قشطة هيطلع لنا قد ايه زبدة، وهل كده هيبقى موفر معانا ولا لأ. تعالوا شوفوا معايا الفيديو ده بالميزان. قد ايه قشطة اهو، حوالي نص كيلو من ال 570 جرام من القشطة. شوفوا معايا للآخر هيطلع لي قد ايه من الزبدة، وضعفوا انتوا الكمية بقى على حسب كمية القشطة اللي عندكم. القشطة دي طبعا من وش اللبن، بغلي اللبن واشيل واحطه في التلاجة، وبعد كده اشيل الوش بتاعه في علبة لوحده كده مرة على مرة لحد ما اكون لي الكمية دي، واطلعها من الفريزر تفك واشتغل فيها ساقعة. ضروري يا جماعة تشتغلوا فيها ساقعة علشان تطلع معاكوا الزبدة على طول. اهو زي ما انتوا شايفين كده بضربها بايديا، ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة خالص. حابين تريحوا ايديكوا اعملوا بمضرب يدوي او كهربائي، بس حبيت اوريكوا ان بايديكوا برضو هتطلع وهتطلع جميلة وزي الفل، وهتطلع معاكوا على طول. بس ايه، ضروري تكون القشطة طالعة من الفريزر وساقعة. بس كده خلصت خلاص، طلعت معايا اهو الحمد لله. بعد كده بصفيها كويس، وبعدين احط لها شوية مية ساقعين. المية دي مية متلجة جدا، كانت في الفريزر شوية بس ما جمدتش يعني عشان ايدي تستحملها. بشطف الزبدة دي من اللبن الخض، واهو بطلع كل فتفوتة زبدة هتطلع معايا اهو من الطبق، لان خلاص الطبق خد من حرارة المية الساقعة، وابتدت القشطة هي الزبدة دي تطلع معايا. ما تسيبوش حاجة طبعا في الطبق، حرام تترمي. وبس كده. طبعا لبن الخض ده مش هنرميه، هنستخدمه في اي معجنات او بيتزا او فطاير او اي حاجة يعني. صفيت الزبدة كويس وخرمتها كده عشان اتأكد ان هي اتصفت معايا كويس ومفيش مية جواها. وهو حطها لكم على الميزان. ال 570 جرام من القشطة طلع لي حوالي 350 جرام من الزبدة. وبس كده الفيديو خلص. اتمنى تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وشير للوصفة. قناتي اسراء غرس الدين على اليوتيوب، وعلى الفيسبوك مطبخ اسراء غرس.